في حلاوة كده، في طعامة كده. هو 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 انت فكرك ان قطعة واحدة هتكفيكي؟ لا، ده حلو المستعجلين، حلو الحرانين المفرهدين، مش هياخد معايا 10 دقايق. اقسم بالله طعمها تحفة خطير. هتدوقيها هتقولي من طعمتها هي ازاي اتعملت كده. هي اتعملت كده بالبركة، هي كده ايه، حاجة وهم. دوقيها وجربي احلى حلا بارد هتدوقيه في حياتك. سهل جدا ودايبة وطرية. بص، شكلا خطيرة وطعما اخطر. يعني بص كده حاجة مش عارفة اقولك هي ايه. وقبل كده ما نبتدي نعمل وصفتنا نسمي الله ونصلي على الرسول. ومعايا كده حلة وهنزل فيها بكوبايتين من اللبن، ومعايا كده هوت معلقتين من بودرة الكاسترد. هتلاقيها عند اي بتاع سوبر ماركت او اي بتاع مستلزمات حلويات، متوفرة كتير جدا. هتنزلي كده ب3 معالق كبار من الكاسترد، ومعاهم معلقتين صغيرين من النشا. حابة تستغني عن الكاستر وما عندكيش، ممكن تستعملي النشا بس. وهنزل كده بمعلقتين من الايه، من السكر. وهدوب كل الكلام ده على البارد. وهنزل كده هوت ايه تقليب لغاية ما الايه يدوب معايا خالص وميبقاش ليه اي ايه اثر. داب معايا وبقى تمام كده هوت. هنزل معايا باكت من الايه، من الفانيليا. وهاخدها بقى وهرفع الكلام ده كله على النار. هرفعها على النار وهفضل كده في التقليب مستمر. عايزة كده ايدي ما تشالش ايه منها، لان كده بودرة الكاستر هت ايه تتكاتل معايا. فانا مش عايزه اي تكتلات فيها. وهفضل كده بقى ايه اقلب باستمرار. اهم حاجه ما تشيليش ايدك خالص. تمام. هفضل كده اقلب فيها لغايه ما احس ان القوام اللي انا عايزاه وصل للقوام ده. عندك بقى يا ستي قطعه زبده، عندك كوبايه كريمه لباني. انا كان عندي هنا كده ايه كام معلقه كده من قشطه وش اللبن، حطيتها بتخلي الكريمه بتاعتي في حته تانية خالص. هجيب هنا كده ايه طفيت عليها وبقى معايا تمام. جبت هنا كده معايا قالب وهنزل كده بالبسكوت بتاعي زي ما انتوا شايفين. هنزله كده وهرصه ايه في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه. رصيت كده طبقتين من البسكوت، وابتديت بقى احط طبقه كده من الايه، من الكاسترد بتاعي. كريمي وخطير وطعمه تحفه. وصفة خطيرة بجد، خطيرة خطيرة يعني مش مبالغة. انا من جمالها عشان كده مبهورة بيها. حطيت طبقة من الكاستر، وكان معايا كده ايه موز قطع. نزلت بقطع الموز. هو الموز مش مسود على فكرة يا جماعة، هو الموز من جوه كده هو في النص لقيته كده. ده الموز اللي هو الصغير البالد ده، فهو من جوه كده طبيعي، لكن هو ما فيهوش اي حاجة. نزلت بطبقة من الموز، وبعدين نزلت بطبقة من الكاستر. تغطيت الموز بتاعي كله. تمام. وزعيه بقى كده هوت وغطي طبقة الموز تماما. وبعد ما وزعتها ومليتها هبتدي بقى معايا كده هوت ايه قطعة من الشوكولاتة بشرتها ونزلت بيها ايه كده على طبقة الكاستر بتاعي. ورشتها كده هوت في ايه في اطراف وفي جوانب الصينية وفي النص كده. وزعيها زي ما انتي ايه شايفة. وبرضو ممكن تستغني عن الشوكولاتة دي لو مش حابة، بس هي بتدي طعم خطير وبتعزز الطعم وبتنقله برضو في حتة تانية. وهنزل بقى بطبقة البسكوت بتاعي كله كده في السريع. ما خدتش معايا 10 دقايق. والطعم وهم يعني الطريقة بسيطة جدا، والطعم ما تتخيليش ان هي تبقى بالجمال وبالطعامة ديت. بقت معايا تمام كده اهوت. دخلتها بقى التلاجة لغاية ما سقعت وخرجتها بقى كده. وقطعي بقى وشوفي الجمال والحلويات. خطيرة وهم طعمها تحفة جدا. بصي هي ما خدتش معاكي اي وقت. جربيها تحفة، هتعجبك جدا وهتعجب الولاد. من سهولتها هتعمليها في الاسبوع مرة واتنين. بصي طلعت معايا كده بكل سهولة، ولا لازقة ولا اي حاجة. والبسكوت بتاعي طري من غير ما ادوبه في لبن ولا اي حاجة. ودوقي بقى، دوقي ما اقولكيش بقى على الطعم. حاجة كده بسيطة جدا وتحفة وطعمها خطير. هتعجبك وهتعجب الولاد. وحاجة كده اللهم بارك. جربوها مش هتكفيك قطعة، هتاكلي منها لما تقول يا بس. جربوها ويا رب تعجبكم.